الإعلام الكروي المصري، الكرة في مصر ما بتتحسبش إنك أو كإعلامي يعني لا أنا ما ببصش لمشاكل التانيين، ولكن هركز على حاجة واحدة بس. زي إيه مثلا؟ هركز مع عقد زيزو ومش هتكلم غير على زيزو ومطالبه الكبيرة. طب ما تيجي نشوف كده المطالب دي لو في نادي تانية أو في نادي تاني هيحصل إيه؟ هل هتتكلم ولا هتخلي الناس دايما تتكلم على عقد زيزو وبس، وكأن مطالبه خرافية، مع إن زيزو بيطلب حقه كأفضل لاعب مثلا في أفريقيا، كأفضل لاعب بس ولا حاجة. طب نشوف مطالب زيزو. زيزو طالب في السنة 50. 50 دي يعني مليون دولار. طب ما انت عندك علي معلول بياخد اكتر من مليون وحاجة دولار في السنة، مليون ومية او مليون 300. الله، اشمعنى يعني اكتر من حاجة و50؟ يعني لو زيزو طلب 60 حقه عادي، ما هو افضل لاعب في افريقيا حاليا السنة دي، ومن افضل اللعيبة في الدوري المصري اللي محافظ على مستواه بقاله 3 سنين ولا 4 سنين على كده. طب ما تيجي نشوف بقيه المشاكل اللي الاعلام ما بيتكلمش غير على زيزو بس. انا ما يفرقش عندي، خلي بالك، انا بس بضرب امثله بالنادي الاهلي لان في مشاكل في النادي الاهلي، بس الاعلام مش مركز غير مع زيزو. هو زيزو بس المشكله، غير كده ما حدش تاني بيتكلم. من اهم اللعيبه اللي في الاهلي اكرم توفيق، رافض يجدد بال70 او رافض يجدد وعايز 70. تمام. رافض. الشناوي رافض يجدد الا غير لما يكون شرط هيلعب اساسي، وكلكم شايفين الكلام اللي حاصل خلال اللي جاي. كل ما يجي مصطفى شوبير يلعب اساسي هو يقول لك اصل انا مصاب، اصل انا راحه سلبيه، اصل مش راحه سلبيه، وكل الكلام ده واضح للناس ومحدش يقول لي لا ده كذا. الكلام ده واضح. محمد الشناوي مش هيقعد يحتفل لاي حد في الدنيا. فشل صفقه يوسف ايمن، فشلت، الاعلام ما اتكلمش عنها. مش هنجيب سيره، ما ينفعش نتكلم، ما ينفعش. إصابة رضا سليم، دي حاجة بتاعت ربنا، دي حاجة بتاعت ربنا. هيقعد 6 شهور تخيلوا في الإصابة، وربنا إن شاء الله يشفيك يا رضا، من أجمل اللعيبة وأقدم اللعيبة اللي شفتها دخلت مصر خلال الأيام اللي فاتت. عمر الساعي، صفقة كلفت الأهلي 50 مليون. ما بشوفش إعلامي يتكلم، ولو إعلامي اتكلم بيتكلم هوب كده ويجري على طول ويشوف حاجة تانية، حاجة تانية على طول عشان ما يلحمش الكلام في بعض. عمر الساعي جايب 50 مليون حضرتك، ما اتكلمتش عليه، صح؟ ما لعبش غير 30 دقيقة في النادي الأهلي أو أقل كمان من 30 دقيقة يا راجل. ما اتكلمتش عليه ليه؟ الإعلام فين؟ لا زيزو هيجدد بأكتر من مليون دولار أو مليون دولار، لا نتكلم عليه. طب ما الناحية التانية يا باشا كذا، اشمعنى؟ إيه ما اتكلمتش ليه؟ 50 مليون جنيه مصري على الأرض، اللاعب ما استفادش بيهم ولا النادي استفاد بيه. لا. طب كهربا عامل مشاكل ورافض يمشي يروح ليبيا، ما مش هنتكلم على مشاكل كهربا. لا يا راجل، كهربا ايه؟ لا مش هنتكلم على زيزو. هو زيزو دايما، زيزو المشاكل كلها. طب ما في لعيبه في الزمالك عايزه تجدد برضه، عبد الله السعيد، ناصر ماهر، الونش، محمد عبد الشافي، في لعيبه كتير عايزه تجدد. لا مش هنتكلم، هو زيزو بس. طب ليه يبقى زيزو حديث الناس كلها وسايبين كل المشاكل دي ونازلين طحن في نادي الزمالك بس؟ وما تقوليش بقى اصل لا ده اعلام ده كذا، لا. الاعلام موجه، الاعلام موجه بالفعل. انا ما شفتش اعلامي طالع يتكلم على كل الحاجات الفاشله في النادي الاهلي دي وبيتكلموا بس على زيزو. اصل زيزو هيروح الاهلي، زيزو مش هيروح حته، زيزو مش هيروح حته. ولكن انت بتتكلم على افضل لاعب في مصر حاليا، هو افضل لاعب، تمام. هيقول لي ارقامه السنه دي مش حلوه، عادي يا عم، ايه يعني ارقامه مش حلوه؟ الراجل جاب الكونفدراليه مع الزمالك، ومن اكتر لاعب حاطط اجوان في الكونفدراليه. الدوري السنه دي بادئ فيه مش حلو، عادي، احنا لسه في 6 ماتشات. هو مين اساسا جاب اجوان؟ ناصر منسي جاب 5 اجوان وما شفتش حد تاني جايب الخمسه زيه. فما تكلمنيش على اهداف ولا تكلمني على كذا ولا كذا، عادي، تمام. لكن نفس الاعلام يكون نضيف كده ويتكلم عن المشاكل كلها، كلها زي ما هي، مش يمسك في حاجه ويسيب حاجه.